خلي بيدك خلي بيدك. شكرا صديقي، شكرا، يعطيكم الصحة. الآن سنستمع إلى مداخلة من مصر، وستكون من الصديق الشاعر محمد المصري، وسنحاول القيام تحية علم مصر تكريما إلى شاعرنا محمد المصري. ديما مش عارفين. شكرا. تعطرك يا زبائن خاطر هو مشارك من مصر.
وين وين الرجل؟ ويهز الأهداف. يا مرحبا بكم مجال الأنس والأدب. وين من الرجل؟ أصل كنانة مصر إلى تونس الخضراء. لحظة. وين الصورة؟ ألو معكم؟ ألو؟ لحظة يا صديقي. تمام مع حضرتك. كنترول اس. هاي محمد. ماشي. امبوسيبل قد في شيء. ما تعديش. حتى علم مصر وخليه يقرا قراءة. Impossible. صديقي. جاي بس. محمد هادي عود. لا مرحبا بكم. بيك عيش. تحياتي لمجالس الأنس والأدب والمجلة الثقافية لبوليس. بعد شوية. تحية شكر وتقدير من عضو كنانة مصر. تحية للروائية والشاعرة حنان الشيبي مدير مجالس الأنس والأدب. أهلا ومرحبا بكم. تحيات لكم من مصر الأرض الكنانة. شكرا. صديقي، لو تقدم نفسك لجمهور تونس وكتاب تونس وأدبائها. تسمعنا؟ محمد المصري شاعر. تسمعني؟ هل تسمعني؟ تفضل نسمعك. محمد المصري شاعر وإعلامي، مؤسس صالون المصري الثقافي، مستشار إعلامي للعديد من الندوات والأمسيات والكيانات والمهرجانات الثقافية بمصر. نعم. نعم تفضل. ورئيس مجلس إدارة صالون المصري الثقافي. مرحبا. مرحبا بكم. ماذا ستقدم لنا اليوم؟ سوف أقدم لكم قصيدة شعر. تفضل. وكان لدي عصفور وعصفورة برغم الأسر يحتضنان يبتسمان للصورة ويبتسمان أوجاعي بزقزقة لها طعم الغناء المر مختلقا بأسماعي. وكم صنع حكايات عجيبات لإمتاعي وكم جمع حبوب القمح مكسورا لإشباعي. وعند الليل يشتكيان ينتحيان من قفصي وقضباني فأفتح مشفكا بابي وأحضاني فيفترشان أكتافي ويبتلان أحزاني ويستمعان في شرف لأنات وأشعاري
وكأن يكتبان الشعر مثلي. فوق دفاتري وعلى شباك أفكاري تمازجنا، فلم أعرف هل العصفور كلاهما أم أنا حين لجأت للطيران، وهل كان هما نفسي لأنهما على الشباك قد كتب كثيرا من مناجاتي وأشعاري، ومن هول الذي كتب فقد بكي على كتفي، وراح يذرفان الدمع في شجن وأحقان. وفي غدنا يكون عهودنا العصفور يطير إلى الفضاء والنور ويلعن ظهر بستاني، فتبكيه وترسيه العصافير التي جاءت تعزيني، فأهتف والفراق المر يسري بين أوردتي ويصرخ في شراييني. أيا عصفورتي السفلى كفى حزنا على من باع أيكتنا، كفى دمعا على من خان عشرتنا، ونقرأ ألف فنجان ونخطب ألف عنوان وننشر ألف إعلان لعصفور لكي يأتي ولا يأتي، ونغلق كل شباك فتحناه ونهمل كل بستان زرعناه، ويبقى الباب مفتوحا بداخلنا لكي يأتي لنا يوما وبالأحضان نلقاه، وعند عشائنا يوما يدك الباب دقات لها معنى، ونعلم أن العصفور أتى يبكي وقد ضاعت جناحاه، ويحكي قصة الدنيا التي ذهبت بيميناه ويسراه، ولم يدرك بفطرته بأن النار غير النور، ويبكي عشه المهجور وتهدأ زقزقات الحزن فوق شفاهه السكلى، ولم يكمل حكايته وفوق صدورنا أخفى، وقد ماتت أغانيه وقد هدأت جناحاه. شكرا شكرا. تحية صديقنا من مصر محمد المصري. شكرا لهذه المداخلة، وإن شاء الله في فرص قادمة إن شاء الله. تحية لك صديقي. شكرا لكما وطاب مجلسكم. تحية. شكرا شكرا. شكرا. نواصل. نمر لفقرة التكريمات. وين الصوت؟ يا ماما. تفضلي. نمر لفقرة التكريمات. حقيقة حسيت بالرسالة تاعك. تفضل.